السلام عليكم ورحمة الله. معكم نبيل عبد القادر من أساس سوفت. اليوم سأشرح لكم ميزة جديدة في محرر الامتحانات 37، وهي خاصية النسخة الاحتياطية لأي امتحان، وكذلك استيراده من نفس البرنامج. في الدخول إلى الامتحان، طبعا بعد ما نكتب أي امتحان سواء كتبنا أو يعني الامتحان يكون جاهز، فقط اضغط على هذا الزر الذي سيفعل لك نسخة احتياطية من هذا الامتحان. طيب، فين ألقى هذه النسخة الاحتياطية؟ أنا بدخل إلى ملفاتي في الذاكرة الداخلية. بعدها سأبحث عن المحرر الشامل 37، سأبحث عن النسخة الاحتياطية. ستجد هذه النسخة الاحتياطية موجودة هنا. بإمكانك أن تشاركها من هنا عبر البلوتوث، مثلا تشاركها عبر البلوتوث أو عبر أي وسيلة مشاركة أخرى، حتى أنك تستطيع تنسخها من هنا للاحتفاظ. يعني إذا أردت الاحتفاظ بها تسوي لها حفظ، يعني أو نسخ إلى قرص أو إلى مكان آخر. طيب، في حالة الاستيراد فمثلا أنا هنا سأقوم بنسخها إلى سطح الذاكرة، مثلا إلى سطح الذاكرة هنا، إلى سطح الذاكرة الداخلية. هذا هو الامتحان. عن كيفية الاستيراد ندخل إلى المحرر الشامل، ليس من هنا. مثلا إذا افترضنا هذا قد هو مسح، يعني امتسح عليه، هذا كذا نسوي له مسح. طيب، الاستيراد ننقر هنا ثم ندور عن النسخة، فتلاقي النسخة موجودة هنا. بإمكانك أيضا الدخول إلى المحرر الشامل النسخ الاحتياطي، تضغط عليها فقط مرة واحدة، تنقر عليها. نلاحظ أنه الامتحان رجع من جديد. من فين؟ من النسخة الاحتياطية الذي سويناها مسبقا. وهذا باختصار. يعني تابعونا لمشاهدة كل جديد وكل التحديثات في النسخة 37.